هقولك في الفيديو ده على أشهر 10 كومباوندز في مصر مش أي حد يقدر يسكن فيهم. في كومباوندز هنا في مصر سعرها مش مرتبط بسعر المتر ولا اللوكيشن، انت هنا بتشتري اسم وكوميونتي ولايف ستايل كامل. رقم واحد معانا في السلسلة دي قطامية هايتس. قطامية هايتس هو عنوان الأولد ماني وأول كومباوند جولف في مصر، وخصوصيته هي من أقوى مميزاته. تاني كومباوند معانا هو قطامية ديونز، هو امتداد لقطامية هايتس ولكن بروح مودرن شوية عنه. تالت كومباوند معانا هو أب تاون كايرو من شركة إعمار، وده بقى من أهم مميزاته إنه فوق السحاب، وده فوق هضبة المقطم بتصميم أوروبي وإطلالة بانورامية، يعني كأنك عايش فوق السحاب. رابع كومباوند معانا من شركة إعمار برضو هو ميفيدا، هو مستوحى من كاليفورنيا وبيجمع ما بين الفخامة والطبيعة. خامس كومباوند معانا هو كايرو فيستيفال سيتي، وده بقى من أهم مميزاته إنه الإيجار فيه بالدولار، العوايد بتاعته رهيبة وكوميونتي تجنن. رقم 6 معانا هو كومباوند فيليت من شركة صادق، وده من أرقى مشاريع التجمع بتصميم مودرن وخدمات قوية. رقم 7 ذا ووتر واي، ده كومباوند بوتيك لوكسري ومشهور جدا بإن وحداته تصميمها مميز. رقم 8 ليك فيو، وده هتشوف فيه أجمل بحيرات صناعية ممكن تشوفها في أي كومباوند. رقم 9 نيو جيزة، وده بيشتهر بإطلالته البانورامية على الأهرامات ومجتمع متكامل للنهضة. رقم 10 ده من عائلة نجيب ساويرس، وهو زد إيست هويست، وده مشروع نقل الأبراج السكنية لفخامة فندقية كاملة. والأماكن دي مش مجرد كومباوندز، دي كوميونيتيز كاملة بتحدد مين اللي هيشتري منك وقت إعادة البيع. الكومباوندز دي مش فيها availability كتير، أغلبهم sold out ومن بدري، ولكن في السلسلة الجاية هقولك على أشهر 30 مطور في مصر تقدر تشتري معاهم بنفس الكوميونيتي دي. وما تنسوش أنا نوران حسين بقدم استشارات عن العقارات.